السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا جيت نشارك معكم هذه الوصفه ديال الفطائر، يعني فطيره سائله اللي كتجيب الخضر، كتجي غير في المقلاة بدون فرن او بدون اختمار، كتجي غير في المقلاة وكتجي زوينه بزاف وخفيفه، كتجي بحال الشغل ديال الكريب مالح. مي صراحه كتجي زوينه بزاف، يمكن لكم تستعملوها الفطور ولا العشاء ولا الغداء يعني ولا قلتي من اي وقيته. صراحه كتجي زوينه بزاف. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير، وكنتمنى هذه الوصفه تعجبكم بزاف. فبالنسبه للمقادير غادي نستعملوا فلفل مقطع، يمكن لكم تستعملوا فلفل بالالوان، كذلك غنستعملوا واحد البطاطا محكوكه، غنستعملوا السبانخ، كذلك البصل وخيزو محكوك يعني الجعده، شويه كيمون، شويه ديال اليبزار، شويه د الملحه وشويه ديال الزعتر يعني السحتار، والربيع يعني عندي مقطع تما، انا كان عندي في المجمد. طبعا غادي نستعملوا الخميره، الماء دافي، غادي نستعملوا الماء دافي منه 3 ديال الكيسان. انا فضلت نشحرها واحد شويه، عاد كنستعملها
بصراحة كتعجبني الخضرة تكون مشحرة أحسن من خضرا باش ما لحقاش هاد الفطيرة ما كتاخدناش واحد المدة طويلة ديال الطياب، يعني مدة قصيرة، يعني دغيا ما كتوجد وضروري ضروري ما يكون الفرن عفوا البوطة تكون محنية. فبالنسبة أنا كما كتشوفوا معايا هنايا استعملت واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة، وغادي نضيف واحد 8 ديال المعالق عاوتاني معلقة كبيرة ديال الزيت ديال زيت العود، وضفت معلقة كبيرة ديال الزيت عفوا تخربقت يعني ضفت كما كتشوفوا معايا معلقة كبيرة ديال الزيت ومعلقة كبيرة ديال الزبدة، وغادي نحاول كما كتشوفوا معايا نشحر هاد المكونات مع بعضياتهم. بامكانكم اللي عنده الدجاج، اللي عنده الكفته، اللي بغى يضيف معاهم شي حاجه يضيفها فراه كتجي زوينه بزاف. انا فضلت نستعمل غير ضمه ديال الدجاج باش تعطينا داك المذاق، وداك يمكن لكم تستعملوا مثلا غير ضمه ديال الخضره ولا يمكن لكم تستعملوا كما قلت لكم من قبل طريفه ديال الدجاج ولا الطحنوم ولا كفته، يعني اي حاجه. ويمكن لكم تضيفوا حتى الجبن، فانا هنايا ما توفرش عندي الجبن، استعملت غير الجبن ديال الساندويتشات فراه كيبقى اختياري، قطعته وزدته صافي كاضافه فقط لا غير. ضفتهم بعد داب ونحيتهم من النار. طبعا ملي ضفت الجبن نحيتها على النار وبقيت كنحرك، يعني طفيت البوطه وبقيت كنحرك لحقاش الجبن دغيا ما غادي يذوب، لحقاش الخليط اللي حضرناه فراه سخون بزاف، يعني دغيا ما غادي يوجد. وحتى الوصفه يعني كما قلت لكم من قبل راها ساهله وبسيطه، حتى المكونات ديالها موجودين في كل بيت، يعني اي نوع ديال الخضره متوفر عندكم في البيت يمكن لكم تضيفوه، وراها ساهله والوليدات الصغار راه كتعجبهم بزاف الصراحه. انا حين وجدتها تبارك الله ما شاء الله، الولد ديالي مع العلم راه صغير ولكن عجباتو بزاف لحقاش كتجي رطيبه وسهله، يعني سهله بزاف. الخليط ديالي هنا من بعد ما خليته ارتاح واحد شويه، غطيته كيف شفتوا معايا بكريط ديال السلوفان وخليته وارتاح شويه حتى وجدت الحشوه ديالي. فهنا من بعد ما وجدت الحشوه ديالي انا غادي نبقى نضيفها بشويه وغادي نبقى نضيف شويه نضيف شويه ونحرك حتى يتجانس لي الخليط مزيان مع بعضيته. وهنا في هذا الاثناء غادي نكون طبعا حطيت المقله اللي غادي نوجد فيها على النار. طبعا النار خصها تكون مهيله بزاف، مهيله نتوما كتسمعوا، خصها تكون مهيله بزاف يعني لاقصى درجه باش الفطيره ديالكم ما تجيش مدقسه، يعني ما تبقاش خضره من داخل وتبان من برا ومحمره بزاف، يعني خصها تاخذ الوقت ديال الطياب ديالها، يعني تاخذ واحد المده ديال الطياب وطيب على مهل، يعني بشويش عليها، يعني ما نزربوش عليها باش ما تجيناش مدقسه كما قلت لكم من قبل. وصافي هكا غادي نستمروا. هو الخليط ديالنا دابا راه واجد، هانتوما كتشوفوا معايا راه الخليط واجد. صافي في هذا الاثناء اذا كانت عندكم مقله كتلصق فدهنوها بشويه ديال الزيت، واذا كانت ما كتلصقش صافي بلا ما تدهنوها صافي غتحطوا فيها ديريكت. فهنا على حسب الفطيره قداش بغيتوها، واش تكون كبيره ولا صغيره، وانتم غتحكموا فيها واش بغيتوها غليظه ولا رقيقه. فانا هنا درتها موين، ما هي غليظه ما هي رقيقه، يعني جات هي هذيك. وصافي هادشي اللي كاين. هانتوما كتشوفوا الخضره كيفاش كتبان فيها، مع العلم انا شحرتها، فكما قلت لكم من قبل بامكانكم ما تشحروهاش تخليوها خضره، راها كتجي زوينه. هانتوما كتشوفوا فهذه هي الوصفه ديال اليوم البنات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وطبعا اذا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش باللايك ديالكم تعليق زوين. ودابا نخليكم مع التتمه ديال الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه، والان الى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.